المهرجان، أهل الفن والثقافة والإعلام، مرحبا بكم جميعا في ختام الطبعة التاسعة للمهرجان الوطني للمسرح المحترم. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أدعو السيد الأمين العام لوزارة الثقافة لإلقاء الكلمة. محبي المسرح الذين نراهن على إبداعهم وإسعادهم دوما، مبروك مسبقا لكل من فاز في هذه الدورة، وتحية لكل من شارك ونال حب الجمهور الذي هو الكنز الذي لا يفنى، وتبقى دائما غزة في القلب في قلوبنا جميعا. ودمتم ودامت أفراحكم ودامت الجزائر بهية بفنكم وإبداعكم، وإلى الملتقى في الدورة العاشرة بحول الله. فقط صورة تذكارية أستاذ السيد حمزة قومي. ألف مبروك سفيان. واضح أن الجمهور اختارك حتى قبل لجنة التحكيم أن تكون متوجا بجائزة أحسن نص مسرحي، أن تكون كاتبا للمسرح. كيف تكون تكون كاتبا للمسرح، أن تقدم للروك؟ شوف، بكل صدق أشك بأنني الأفضل، والله غير أشك، ولكن نشكر لي كوميديان ولا باسكو سي ان ترافاي دو ألف مبروك. المتوج بجائزة أحسن نص. سمير، مساء الخير. محظوظ أنت بهذه الشعبية الكبيرة التي أنا لاحظتها اليوم. ألف مبروك. يبارك فيك، ونشكر كل زملائي، كل ممثلين المسرح في الجزائر، كل المبدعين. أشكر أولا وقبل كل شيء الرجل الذي جعل مني ممثلا، والدي ربي يرحمه. السلام عليكم.